لحظة، القانون ايش يقول؟ إشارة من الحكم، مادة قانونية صريحة كذا، واللاعب ما طلع. لحظة خلينا نكمل يا جماعة الخير. إشارة من الحكم، الحكم أعطى إشارة ورموا، معناها مادة سليمة قانونية، حتى الفار ما يتدخل. روح قري 4 مواد. انت غير صحيح. انت غير صحيح. غير صحيح. ما واضح باللغة العربية. قبل لحظة، أنا بالله عليك يا خالد الفضلي، لما رمى اللاعب هل الحكم سمح له ولا ما سمح له؟ سمح له صفر. لا ده ما في تبديل. المادة القانونية مكتوبش، أقوى مادة قانونية هي أقوى مادة. صفاء الحكم. لما الحكم يعطيك إشارة معناه انتهى القانون، وهي الأهم. خلاص انت فوق هي أحمد لا أربعة لازم تتوفر الأربع شروط. رواس ما يصير. عطني الأربع شروط اللي تدخل فيها الفار. عطني الأربع شروط. واحد أنا شرط لك. عفوا، عطني الأربع شروط تدخل فيها الفار. وين الشرط اللي يقول لك إذا كان في خطأ خلال نتج عن هدف؟ صح؟ الهدف. طيب الهدف خطأ. إلا طيب في الخطأ لما يكون من أحد الفريقين، ما موجود مش من الحكم. موجود تصرف إجرائي بين الحكم والحكم الرابع. بروتوكول ما موجود الفار. كابتن، انا ما ندخل بالفار بقرا القانون اللي انت كاتبه. انت سمحت في هالاجراء وتكمل. ياما حكام اخطاوا بدون تدخل فار وخطا فني وصار عليه احتجاجات وعوقبوا حكام. طبعا مشكله اغلب الدول لو تقول ما حد عقوبات الحكام. لا لو تقول ما حد بيحاسب. لا تدري متى يحتاج الاهلي؟ متى يحتاج؟ انه هو عطى اذن الحكم طبعا واللعيبه تم استبدالهم بعد اذن الحكم باستئناف اللعب وتضرر منها مثلا الاهلي. لانه هو اللي يقدر يعترض الاهلي، هو اللي لانه صار تبديل وقت استئناف اللعب، من اللي تحملها وقتها. وبعدين انا اقدر اقول لك انه ما راح يلغي بعد ما طلع اللاعب. ما في تبديل. شو يقول لك البند القانوني؟ يعني. لازم يتم استبدال اللاعب. ما تم استبدال اللاعب. زين ما تم استبداله. ما استأنف الحكم. ما طلع في ما استأنف. انت تسمح لاجراء التبديل واللاعب انا سمح لي الحكم. انا سمح لي الحكم يا اخواني. اي بس هذا شغل الفار. بس انا سمح لي الحكم الفار يتدخل. انا